معلش يا بنات اللايف فاصل، جالي تليفون. اوكي، فكنت بقول لكم كنا بنتكلم عن موضوع الصحاب. فانا صحابي راحوا في هذه الاثناء، وبعدين انا بصراحه برضو مش من الناس اللي هقول لكم ايه. معرفش بقى، يعني معرفتش بعد كده. حاولت حتى كذا مره ان انا اعرف ان انا ابقى نشيطه اكتر، انزل معاهم اكتر، معرفتش. that's why بحس ان انا السوشيال ميديا اكتر المكان اللي انا بختار فيه اظهر امتى، اطلع اتكلم في مواضيع معينه انا حباها. برضو لما كنت بنزل مش كتير من الخروجات او كده كانت بتبقى مناسبه ليا. انا محبش نقعد نتكلم على حد، يعني ما بحبش تبقى القعده ان احنا قاعدين بنتكلم عن حد. فكانت مينلي بتبقى دي معظم الحاجات. لو حاولت ان انا اتكلم في موضوع ديب شويه، اللي هو مش ديب يعني، مش بتكلم في الذره يعني، بس قصدي لو موضوع بتحس ان ايه انتي كده. انا طبعا متفهمه ان احنا كان سننا صغير، بس انا مش هقول لكم فيلسوفه في نفسي، بس انا من زمان وانا عندي افكار وكده، يمكن انتوا خدتوا بالكم. بس فحسيت ان انا مش عارفه، ما كانش ليا فرصه ولا حظ موفق في موضوع الصحاب ده. وبناء عليه فالسوشيال ميديا هي المكان اللي انا بحس فيه ان انا بعمل كوميونتي. هم بيكونوا مينلي شبهي. ليه؟ لانه احنا هنا بنتكلم في مواضيع كلها ليها علاقه ببعض. يعني انا عايزه اقول لكم، انا والله العظيم 90% من البنات اللي بتعملي كومنتات انا عارفاها شخصيا يعني، وبيبعتولي وبتاع وكده. ودي حاجه بسطاني، لانه اليوتيوب بيجيب ربح. لا بصي، هقولك على حاجه بصراحه بالموضوع ده. انا مثلا ده حاجه من اللي كنت برضه يعني ليها علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. انا مؤسسه لا تهدف للربح. ليه؟ لانه انا مش عندي انا مش مركزه قوي في موضوع الربح والكلام ده، لانه انا مش عندي عدد. يعني الكلام ده تكلمي بقى الناس اللي عندهم ملايين ما شاء الله او كده، لكن انا مش ده هدفي اصلا. اوريدي زي ما بقول لكم، كنت بقول لكم انا هدفي بس ان احنا نبني كوميونتي. اوكي، لكن ربح ومش ربح مش ده اللي مركزه فيه بصراحه يعني. اتليست دلوقتي، لانه انا عارفه ان ده محتاج شغل كتير، محتاج التزام، محتاج ان انا اكون يعني زي عندي كده ايه، هقول لكم ايه اللي هو بلان ماشيه عليها، عندي خطه ماشيه عليها. لكن الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع اليوتيوب دي لا طبعا مش دي خالص الطريقه اللي تجيب لك ربح. بس طبعا لو انت يعني عندك بلان، عندك افكار كويسه، هتعرفي تبقي منتظمه في الفيديوز، هتعرفي تنزلي محتوى كويس وتكوني منتظمه فيه، تجي حد بقى يعمل لك ادت كويس، الكلام ده كله اعتقد ان هو هيكون مربح يعني. لكن غير كده لو انت زي كده على الله حكايتك، لا الموضوع ليس اكثر من ان احنا كوميونتي. ليس اكثر من ان احنا كوميونتي، وزي ما بقول لكم كده ايه، بنسلي بعضينا. اوكي، حلو قوي البلاشر ده، حلو قوي. بصوا 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 كمان، تحفه تحفه تحفه. شايفين بقى الكريم اللي احنا حطيناه في الاول ده بيسيب لمعه ازاي كده على الوش، بيخلي وشك. واهم حاجه اصلا في الميك اب ان انتي يكون وشك مترطب كويس. مرطبه وشك كويس دي احلى حاجه. وشك ناشف، لا ما تستنيش بقى الميك اب يبقى شكله حلو خالص. اوكي، بس يا حلوين، انا مش هرد والله على الكومنت ده، مش هرد. ناس غريبه يا جماعه والله العظيم يعني. لسه بقول لكم كوميونتي ومش قريبا جدا انا هقفل السوشيال ميديا بتاعتي، هخليها برايفت. يعني انا الفتره اللي جايه جوه دماغي كده بعمل ايه كلاسيفيكيشن، مين بيفولو اب معانا، مين مش معانا، مين بيدخل يتفرج بس، مين بيكتب كومنتات مش كويسه، مين. وهعمل برايفت اكونت لينا احنا بقى قريب. صدقوني الفكره دي في دماغي بس قريب. هو عامه درس كده اتعلمته برضو، انه طول ما انتي على السوشيال ميديا مش مفروض فعلا انك تركزي في الناس ارائها ومش ارائها. بصوا الباودر دي من سيبال حلوه قوي. بصوا ارائها ومش ارائها والكلام ده ما تركزيش فيها. عشان بصوا انا مخلصاها تقريبا يعني، بقول لكم بصوا انا خلصتها. عشان هتتعبي، الناس ما بيعجبهاش العجب. اوكي، فما تركزيش، دي اهم حاجه. ايه نوع ديودرنت كويس؟ بصي يا حبيبي، انا كنت بحب قوي فيتشي اللي هو الاخضر ده التوب بالنسبه لي. وبصراحه ما لقيتش حاجه في نفس المستوى يعني. بس برضو بحب حاجه دوف قوي السبراي.
عشان عندي الرول اون مش شويه مش مناسب معايا انا. بصي بقى لما تيجي تحطي الباودر ما تحطهاش على كل وشك، يعني حطيها على الاماكن اللي انت مش عايزاها تكون بتلمع قوي. اوكي، يعني انا من الحتت دي ممكن هنا شويه وخلاص، لكن مش هتحطيها على كل وشك. وطبعا ما تزوديش تاني، يعني انا حطيت كده خلاص. كنت ماشي. ففيتشي دي حلوه قوي اللي هي الاخضر، عشان فيتشي اللي هي الاحمر اللي هي سبورتس تقريبا دي لا ما عجبتنيش برضو. اوكي بصوا الباودر دي حلوه ازاي، بتاعت سيبال، مش غاليه خالص. بنات انا بفكر اعمل زراعه شعر، مش عارفه ليه الموضوع جاي في دماغي بقاله مثلا شهرين كده. بفكر ايه ازرع الحته اللي قدام دي، عشان انا حاسه ان انا شعري نحل على ورا شويه. ولو ان انا حاسه ان شكله عاجبني وهو قرتي اكبر. انا بحب القرى الكبيره على فكره بالمناسبه، يعني وتشيز مش كل الناس بتحبها بس انا بحبها. بس حاسه ان هو نحل بزياده. احنا حطينا بقى ينفع احط بتاع، ينفع احط برونزر ولا لا؟ نحط، لا بلاش المره دي خليه على بينك كده. اوكي. بس يا بنات كنت بقول لكم على ايه، كنا بنقول على ايه؟ ادوني انتوا اسئله بقى، يلا اكتبوا اسئله خلينا نرد عليها. ايه نوع ماسكارا حلو؟ بصي انا جربت دي حلوه قوي اللي هي السيبال دي، الزرقاء دي بس ووتر بروف. فلو هتجيبيها هاتي الخضراء حلوه قوي، عشان دي صعبه شويه في انك تشيلي. تعالوا نحطها مع بعض كمان شويه. صعبه انك تشيلي الماسكارا حتى بالووتر بروف بالووتر بروف اسمه ايه، الميك اب اللي هو يعني ميك اب ريموفر للووتر بروف ميك اب، لا مش سهله برضو انك تشيليها. فهاتيها اللي هي الخضرة دي، بتكون هي بس مش ووتر بروف، فاهماني؟ فكنت بقول لكم على موضوع زراعه الشعر دي، مش عارفه بس طبعا انا عارفه ان هي حاجه مؤلمه. يعني انا بفكر، وانا اصلا جبانه جدا في موضوع الابر. لا بخاف قوي من الحاجات دي، بخاف قوي 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 قوي. انا دمي بينشف مثلا لو هعمل تحليل او حاجه بترعب. فما اعتقدش ان انا عندي الشجاعه ان انا اخد الخطوه دي. بس مش عارفه حاسه كبرت قوي ولا ايه. انا اول مره اعمل كونتور، تيجي نجرب نعمل كونتور؟ لا بلاش دي بقى، بلاش عبط، احنا مش هناخد بده ونعمل كونتور. زي بس اعمل ده، عايزه اجرب اجمع هنا بس. حلو حلو. قولوا لي بقى، انا هنزل لكم الفيديو ده برضه على اليوتيوب. قولوا لي لو عايزين نطلع لايف على اليوتيوب اطلع لكم، عشان انا حبيت فكره اللايف، اسهل بصراحه في عدم الايديت. وقولوا لي ايه المواعيد اللي هتبقى مناسبه بالنسبه لكم ان احنا نطلع. طبعا لو انتوا مش من مصر، يعني انا هاخد الكومنتات مثلا ان انتوا من مصر. لو انتوا مش من مصر اكتبوا لي مثلا الميعاد واكتبوا لي البلد، عشان اعرف ايه بالويم كده الميعاد المناسب لمعظمنا ايه ونحاول نطلع فيه. حلو ده. طيب برضو حاجه بحبها، لو استخدمت براش بخلي في ايدي دايما منديل كده. استخدمت اي براش بنضفها كويس كده على المنديل قبل ما احطها، عشان لو جيت بعد كده نسيت انا كنت مستخدماها مثلا في لون فاتح او لون غامق ابقى عارفه فايه ما اقعدش بقى اروش دماغي. اوكي. كنت عايزه اوريكم حاجه جبتها. بصوا اللي انا قلت لكم عليه ده، اللي هو فين. استنوا يا حلوين، فين المامي؟ لا فين بقى؟ انا طلعت هنا. بصوا ماشي، هنحط ليب لاينر. حلو. حلو ولا يا لذيذ قوي. استنى نمسحه شويه. القطن بتاع الودان ده بتاع اللي هو بتاع الميك اب بقى، القطن بتاع الودان بتاع البيبي لما بتستخدميه في الميك اب تحفه. بصوا بيبقى صغنون كده، بيبقى محدد اكتر كده، بريسايزد اكتر، فتعرفي ان انتي ايه
تظبطي بيه كويس. اوكي بصوا ظبط بس كده الحته دي. ده القلم ده بتاع روزبيري. اوكي هعمل بس ايه اللي هي الطروف كده اهو كده. مش بحب بصراحه ازودها من قدام بس يا حبيبه. الله ده استنى نصلح شعري بقى وخلاص. ماشي بدل بقى ايه خلاص مضطره افك شعري مش بتاع ما تقع زولتني. هفضل اخنقكوا بيها كده فافكها وبعدين لما اخلص ابقى اعملها تاني. المهم انا عايزه ادور لكم دلوقتي على الايه اللي هو الاي شادو بنسل اللي انا كنت بقول لكم عليه. مش عارفه حطيته فين بصراحه. شكرا يا روحي. عشان الحركة دي شكلها حلو. حلوه الحركه دي. طب ما تلمسيهاش بقى. كنت انا وانا عندي. لا اطلعي اطلعي. بسم الله عليكي. لا مش قلت لك هاتيلي كوفي وانت طالعه يا مامي. طب هاتيلي تيكاوي لقيت الملك. اوكي ايه طيب تيكاوي لقيت الملك. بصوا بقى ده عجبني اوي بس هو يعني بصوا اللون. اوكي انا بحط كده البيز بتاعه وبعد كده بصوا شايفين الفرق ما بين عندي وعندي. احط بقى دماغ التانية. مسربة العيال تحت عشان ايه اعرف اعمل لايف بسلام. دخلوا عليا فجأة زي ما انتوا شفتوا كده. ماشي ماشي اوكي. هحط بقى الماسكارا. تعالوا اقول لكم الماسكارا اللي انا بقول لكم عليها حلوه قوي. انا مش هحط حاجه في شفايفي من جوه بصراحه خالص. انا هكتفي بالليب لاينر وهي لونها اصلا لوحده عجبني بالتنت اللي انا كنت حاطاه. استنوا يا ولاد انا عايزه اجيب التوكه سويه مش مرتاح. حاول اقوم من غير ما حاجه تبان. اوكي ماشي. طب انا هحط الماسكارا. رضوى بليز قوليلي على نوع كريم مرطب. طب بصي يا حبيبي ما هو طب نعمل ماسكارا يلا. بصوا انا هوريكم بس ايه شايفين دي كده ايه. مش هقولكوا اقولكوا ده انا لسه مخلصتش. عايزه اطلع اللايف ده بس نبقى بالليل على اليوتيوب. اطلعوا بالليل بقى نفضل قاعدين مع بعض ونتكلم. يا سلام يا سلام. لو عجبكم الفكره قولوا لي. لو انتوا بتتفرجوا عليا على اليوتيوب كده هنزله ده فيديو على اليوتيوب يعني بعد ما اخلص عشان اللايف هنا بتمسح فهنزله لكم على اليوتيوب. فقولوا لي لو حابين نطلع بقى على اليوتيوب. انا بحس بصراحه to be honest يعني اكتر بلاتفورم بحبها اليوتيوب. هي المفضله الى قلبي. يعني الباقي بالنسبه لي بيبقى بوستنج كده. مش الباقي هو انا مينلي الانستجرام بس هنا و ما عنديش تيك توك. عندي كان اكاونت عشان الشغل وكده بس بصراحه دخلت لقيت مجتمع غريب فما قدرتش ان انا اكمل. عملت بقى مش عارفه عملت دي اكتيفيت حتى ولا ديليت الاكونت. يعني ما اعرفش مثلا اكونت موجود بس انا ماسحه التيك توك نفسه كابلكيشن من عندي. بس هل الاكونت بتاعي موجود ولا لا انا لا اعلم. بس كان فتره ما عملت البرنامج كان لازم اعمل تيك توك فكنت عامله تيك توك. وبعدين لا بصراحه ما استحملتش. لما استحملتش اللي بشوفه ما حسيتش ان انا مع انه عارفه ان في ناس هناك كويسين وبيعملوا محتوى كويس وكده. بس انا الفكره نفسها عارفين لما تقفلوا من مكان يعني حتى لو هو مثلا عنده حاجه كويسه انا قفلت منه هو كمكان. ايه يا ماما شكرا يا مامي تسلم ايديكي انت حبيبتي.
ثانك يو ثانك يو. ايه اوكي بس بالراحه. بس القهوه كده. ماشي ماشي يا حبيبي. ففاهمين كمكان نفسه بصراحه قفلت منه، ما حسيتش ان انا عارفه اكون يعني، حتى مش قادره احط الابلكيشن على الموبايل بتاعي. انا لسه مش فاهمه له قوي، وانا بصراحه يا جماعه مش زي ما بقول كده مش شاطره قوي في موضوع السوشيال ميديا، فخاف ان يحصل حاجه وبنتي تشوف حاجه ولا ملهاش لازمه. مش عارفه. بس لو انتوا في منكم مثلا، او لو انتوا شايفين اليوتيوب ده حاجه هتخلينا ننتشر اكتر او نكبر اكتر، لانه انا بصراحه ده اللي عايزاه الفتره اللي جايه، ان انا يعني نبقى كتير. مش عارفه كتير قد ايه بس يعني مليون. حد يعد ورانا، استنى اجيب معانا. انتوا بقى البنات اللي بتتفرج عليا ده دوركم بصراحه، يعني انتوا بقى تعملوا شير، تعملوا سبسكرايب، تعملوا فولو، تعملوا الحاجات دي، يعني دي مهمتكم. انا مش شاطره في الموضوع ده خالص، ولو اني بفكر اخلي في شركه مثلا تمسك السوشيال ميديا او حاجه. بس حاسه ان هي تبقى تكاليف كتير قوي، وانا اصلا مش باخد من السوشيال ميديا فلوس يعني بصراحه. فهقعد اصرف عليها كمان كتير، فاهمه؟ انا حتى لما بيجيلي اعلانات مش بعملها بفلوس، مش بعمل اعلانات اصلا يعني، بس قصدي لو جالي حاجه واقتنعت بيها هعملها وبتاع وكده. بس برضو قريب هوقف موضوع الجيفت ده. مش يعني في ناس كتير بصراحه بتبعت لي، انا مش برضى، مش بوافق طبعا قبل ما اسافر، قبل ما اسيب مصر. بس كنت مينلي بوافق بس على الحاجات اللي هي مثلا زي البراندز، زي ما انتوا شفتوني مثلا عملت على الانستجرام يعني او كده. الاعلانات اللي عملتها دي او ريفيوز، عشان هي مش اعلانات مينلي ريفيوز، عشان هما كانوا باعتين لي وحاجات انا جربتها مع انهم شركات عالميه، بس كنت مجرباها. بس في بقى زي لوكال براندز او كده بصراحه مش بيبقى عندي الجرأه قوي برضو ان انا اجرب في وشي، فاهميني؟ بس مش عارفه انتوا ايه اللي شايفينه اكتر ممكن الواحد يكون احسن له، ان انا اجرب اعمل إعلان؟ مش عارفه قولوا لي انتوا رايكم ايه في الموضوع ده، ولا نخلينا زي ما احنا كده وخلاص. هو انا الحاجه كلها ضايعه مني، هو في ايه انا حد لعب في حاجتي؟ العبط ده. ماشي بصوا برضو الدرجه دي حلوه قوي من سيبال بلاشر برضو. بصوا حلو ازاي، استنى هوريكم. بصي 6 درجه تحفه. تحفه. عايزه اجرب حاجه في روج جبته جديد، اجربه دلوقتي ولا لا؟ مش عارفه اجربه دلوقتي ولا لا. تيجوا نجربه. استنى نجرب الدرجه، بس قولوا لي الدرجه حلوه عليا ولا لا، اوكي؟ عشان اعرف اكتر من الدرجات دي. ايه نوع الماسكارا؟ هي قلبي هي انا قلت عليها، اللي هي اسنس لاش برنسس. اوكي بس لما لو هتجيبيها هاتي هاتي الخضرا، عشان الخضرا مش ووتر بروف، فهتبقى اسهل معاكي وانتي بتشيل ميك اب، لكن دي بتغلبني بصراحه وانا بشيل ميك اب. استنوا بصوا ماجنت، بحب اوي التفاصيل دي. تيجوا نجرب الدرجه. تعالوا نجرب. حلو والله. تصدقوا حلوه، جايه على الشوكليت. هي مش لاقيه على الاونلاين اللي عاملاها دلوقتي، بس الدرجه نفسها حلوه. صح حلوه والله، حلوه صح. عجبتني. ماشي حلو، نبقى نجيب منها بقى، نجيب منها درجات تانية. حلوه صح. مش هحط ماسكارا تحت. مش عارفه، مش حاسه احط ماسكارا تحت. ماشي. طب بصوا انا لو هحط تحت احط ايه؟ مش هحط بقى اللاش برنسس، هحط دي من كيكو. استني بصي، عشان البراش بتاعتها صغننه خالص، انتوا شايفين؟ احط من تحت. ماشي. مش دايما بحط من تحت، مش عارفه ليه يعني، مش دايما بيكون عندي. لا تصدقي احلى. عندك حق، رسمه العين اوكي. احط من تحت. شطوره انا مش نازله اصلا بعمل معاكم ميك اب وفي الاخر افضل قاعده في البيت.
حالتي لا تسمح بالنزول خالص. مش قادرة يا بنات. حلوة. حلوة الماسكارا دي اوي برضه يا بنات. حلوة. حلو كده صح. بس تعالوا بقى ايه نقعد مع بعضينا. احكولي بقى. احكولي. اخبار مصر ايه؟ وحشتني مصر قوي، وحشتني مصر قوي قوي. عايزه ارجع. بقى كتير، بقى 7 شهور دلوقتي، مش عارفه بقى قد ايه. آه. يلا. هات. يلا تاني خدوا قطعة البنطلون.